في يوم 5 أمشير الكنيسة وقفت تفتكر واحد من الناس اللي حياتهم بدأت غلط وانتهت قداسة في قرية اسمها أبصونة، قرية قديمة لسه عايشة بنفس الاسم لحد النهاردة تبع المركز المراغة في سوهاج. اتولد شاب اسمه بشاي في شبابه ما كانش ماشي صح، أعماله ما تلقش، حياة بعيدة وقلب مش واخد باله من ربنا. بس ربنا ما سابهوش، محبة ربنا ساعات تيجي تقيلة. جاله مرض شديد، ومش مرض وخلاص، ده شاف رؤية، شاف مواضع العذاب، شاف اللي مستني الإنسان لما يكمل في الغلط. المنظر هزه من جوه، قعد يتنهد ويبكي ورفع عينه للسما وقال من قلب موجوع: يا سيدي وإلهي، لو شافتني أنا أتوب وأعبدك من كل قلبي. والرب سمع، خف، والشفا ما كانش بس للجسد، ده كان شفا للقلب. الفكر الصالح اتحرك جواه، والدنيا بقت تقيلة، كل اللي كان ماسكه بقى بلا قيمة. ساب كل حاجة، حتى الغنم اللي كان بيرعاها، وساب الأرض وطلع على الجبل. وفي الجبل قابل قديس الأنبا بيجول، خال القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. سكن معاه في جبل أدريبة، وهناك بدأت حياة تانية خالص، عبادة بلا ملل، نسك، أصوام طويلة، سهر، صلاة. والعدو ما سابهمش في حالهم، تجارب كتير، حروب، ضيق، لكن في كل مرة الرب كان بينقذهم. وشوية شوية اسم الأنبا بشاي ابتدى ينتشر في أرض مصر كلها. قديس حياته نور، كتب مقالات وتعاليم نافعة للرهبان وللعلمانيين. وفي مرة صام شهر كامل من غير ما يضعف، وكان ربنا كشف له أعمال الناس، يشوف القلب قبل الكلام. وفي الأيام دي طلع الأنبا شنودة لخاله الأنبا بيجول، وملاك الرب ظهر وقال إن شنودة لازم يلبس الإسكيم، والأنبا بيجول ألبسوا الإسكيم بحضور الأنبا بشاي. ومن اللحظة دي بقوا 3 قلب واحد وطريق واحد، اتفقوا على العبادة والنسك، بنوا مساكن ليهم في الجبل، وبنوا كنيسة على اسم القديسة العذراء مريم. ومرت الأيام لما الأنبا بشوي كمل جهاده وسعيه الصالح للنهاية، تنيح بسلام. اللي كفنه كان الأنبا شنودة بنفسه، ودفنه كان في الدير اللي اتسمى باسمه. الدير معروف لحد النهاردة باسم الدير الأحمر غرب سوهاج. والأنبا شنودة كتب سيرته ونسقياته وسماه اسم غريب قوي، بطرس. ليه؟ لما شاف قوة الاحتمال والأتعاب، شافه زي الصخر. قديس اتولد من توبة وعاش في جهاد ومات في سلام. بركة صلواته فلتكن معنا جميعا، آمين.